الممثل اللي قدامكم ده يمكن رغم ان هو عمره ما عمل دور بطولة، لكن رغم كده ادواره مؤثرة جدا جدا ومعلمة جدا عند ناس كتير. الفنان ده اسمه صبحي خليل. يمكن ادواره فعلا قريبة جدا جدا لينا، وكلنا حبيناها. ويمكن اكتر دور اثر فينا واثر في ناس كتيرة والناس بتحبه لغاية دلوقتي دوره في مسلسل العار. كان طالع اسمه طارق، فاكرين كان اسمه طارق، وكان ساعتها بيحاول ان هو يعني يبين لسعد اللي هو كان بيقوم بدوره احمد رزق ان هو بيحبه صديقه المخلص و لكن رغم كده كان من جواه بيحاول ان هو يوقعه في مشاكل، وعايز يخسره كل فلوسه لانه كان من جواه حاسس بحقد وغل ناحيته. وطبعا يمكن الشخصيه دي لمست ناس كتيره، لان الشخصية دي موجودة في الحياة. أكيد ناس كتير أكيد قابلت شخصيات بالمنظر ده، إن هم ممكن يكونوا بيحاولوا يبانوا إن هم كويسين، لكن في نفس الوقت مش جواهم مش صافيين، أو مش يعني مش يعني إيه، مش حابين إن هم يشوفوا اللي قدامهم في نعمة كويسة أو في نعمة أو مبسوط أو كذا. فعشان كده الدور ده أثر في ناس كتيرة جدا، وناس حبيته قوي، وهو بصراحة أتقنه بشكل رائع جدا. بس هو يمكن كممثل ما كانش بيتكلم ابدا عن حياته الشخصيه كتير. فمؤخرا اتكلم عن حياته الشخصيه، نزل صوره ليه هو وبنته. وكانت المفاجاه، وبنته طبعا ما شاء الله عليها زي القمر. وكانت المفاجاه للناس ان الناس عرفت ان هو بنته متزوجه ممثل اسمه احمد عبد الوهاب، ودي كانت بالنسبه لهم معلومه ما يعرفوهاش. كانت مفاجاه بالنسبه لنا كبيره. بس مفاجاه جميله جدا ان الناس ما تعرفش ان هو يبقى احمد عبد ان هو يبقى حمل ممثل احمد عبد الوهاب. ونزل بوست جميل كده ليه هو في العمرة هو وبنته، كان بيتكلم عن زوجها احمد عبد الوهاب. ويمكن كمان الاكتر كان مؤثر بالنسبة للناس لما طلع اتكلم في برنامج من البرامج عن مرض بنته داليا دي. ان هي من فترة طويلة اصيبت بمرض السرطان، ربنا يعافي كل الناس يا رب. والمرض ده كان صعب جدا عليه، ان هو يسمع خبر زي كده كان بالنسبة له حاجة صعبة قوي، لان طبعا بنته كان حاجة مؤثرة فيه بشكل كبير جدا. لكن رغم كده كان بيحاول ان هو يتماسك قدامها ويبين ان هو صلب وقوي عشان خاطر بس هي ما تتأثرش. وكان بيقول من اصعب الحاجات في الفترة دي كمان ان انا عرفت ان العلاج بتاعها المفروض هيتكلف 54,000 جنيه، وانا في الوقت ده ما كانش معايا غير 12,000 جنيه بس، وما كانش في ادوار ليا يعني ما كنتش بشتغل كتير في الفترة دي. فقال سبحان الله، لقيت تاني يوم بيتصلوا بيا بيقولوا لي في اوردر كذا كذا، وعشان خاطر يدفعوا يعني يدوني مبلغ، وما يعرفوش اصلا موضوع مرض بنتي. بس ربنا سبحانه وتعالى بعت لي يعني الدور ده عشان خاطر بيقول ان يجي لي منه فلوس، واقدر ان انا اعالج بنتي. فوديتها فعلا المستشفى. ويمكن كان قالت لي كلمه واحده، قالت لي انا عايزه بس اكون في مستشفى تكون قريبه من اصحابي، يعني اصحابي يقدروا يجوا لي فيها. رغم ان انا المستشفى اللي كنت مختارها كانت مستشفى بعيده شويه، فهي قالت لي لا انا عايزه بس مستشفى يكون اصحابي يقدروا يجوا فيها. فبقول لها ليه؟ قالت لي ان فعلا انا حاسه ان انا هتعالج باصحابي. صحابي بس هم مجرد ما هيجولي هم اللي هيبقوا هيدوني يعني دفعه معنويه ويقووني ان انا اقدر اتعالج. وفعلا سمع كلامها وداها مستشفى تكون قريبه من اصحابها، وفعلا اصحابها يعني انا بتقول ان هو بيقول ان هم كانوا جدعان جدا، وكانوا فعلا بيساندوها وبيقفوا جنبها. ودي حاجه من الحاجات الجميله جدا ان يكون في اصحاب في الزمن ده ما شاء الله، يعني بيقفوا ويدعموا صاحبتهم بالطريقه دي. ربنا يعني فعلا يبارك لهم. بس بيقول ان هي بطلة جدا، لان هي قدرت تاخد 74 جلسة كيماوي، وده رقم كبير جدا 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 جدا. وجلسة الكيماوي بتبقى صعبة 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 خالص، فان هي تقدر تاخد الكمية دي حاجة كبيرة قوي وصعبة قوي. بس هي بجد بيقول انا فخور بيها ان هي بطلة وقدرت ان هي تجتاز ده. وبيقول الحمد لله ربنا شفاها وعافاها، وبدأت ان هي ترجع لحياتها الطبيعية. بس الفترة دي كانت فترة صعبة علينا جدا جدا، و يعني كانت فعلا كنت بحاول ان انا اكون متماسك قدام